محبة الأبدية. في واحد على الأرض مشغول بالأرض، ما بيفكرش في السماء خالص، فكرش في حياته بعد كده هتبقى ايه. وفي واحد عايش على الأرض لكن فكره في السماء. نقول كده: لكيما إذا ذقت من إحساناتك أقدم لك تسبحة بغير فتور، مشتاقا إلى بهائك أفضل من كل شيء. مشتاقا إلى بهائك. في واحد عنده اشتياق للسماء. الاشتياق ده السماء حاضرة قدامه على طول. حتى لما بنقف نصلي نقول: أبانا الذي في السماوات، وبنرفع عينينا ناحية السماء. وبالطريقة الجميلة دهيت بيبقى قدامنا السماء حاضرة باستمرار. وفي وسط القداس يقول لنا كده الشماس: أيها الجلوس قفوا وإلى الشرق انظروا. انظر للشرق. الشكل الجميل ده هو بحب السماء، بحب الأبدية، بحب القديسين، بحب ان انا اعيش في سيارهم، واحب دايما اتمتع واتأمل في السماء. ومن التدابير الرهبانية اللي بنتعلمها في الدير، لما الواحد يصادف مشكلة ويروح لأب اعتراف يقول له: في مشكلة عندي كده، يقول له: بص للسماء، السماء واسعة عندها حلول كتيرة. السماء واسعة عندها حلول كتيرة. يعني السماء ممكن تبعت حل لأي مشكلة في وقت مناسب للإنسان. بنحب السماء والأبدية، وبحب ان انا احافظ على مكانتي في السماء ومركزي في السماء والنصيب السماوي في ملكوت السماوات. محبة السماء.